اهلا. في الفيديو ده هتكلم عن القصه الثانيه من مسلسل حدث بالفعل واللي باسم ريش ابيض. لكن قبل ما اتكلم عن القصه دي فاحب اقول كلمه للمؤلف بتاع العمل ده. اسكت شويه يا حبيبي، اسكت وبطل بوستاتك اللي ملهاش داعي دي، عشان انت محسسني انك بتقدم لنا ما لم تجود به الدراما من قبل. اسكت علشان انت كتابتك سيئه وانا بالع قصصك بالعافيه. انت لسه قدامك مشوار كبير من التطور اللي اتمنى انه يحصل لك. وندخل بقى في الموضوع على طول ونبدا بالممثلين. فالقصه دي من بطوله ماجد المصري وبسمه ورنا رئيس وسنتيا خليفه. تاليف الكاتب اللي ما جابتوش ولاده فادي النجار، والاخراج لهشام الرشيدي. وبتتكلم قصه ريش ابيض عن دكتور راجح الناجح جدا والمتزوج من شخصيه بسمه في المسلسل ده، الزوجه اللي بتتحكم في كل حاجه وبترتب كل حاجه ومنجحه كل حاجه. وفي احدى الحفلات اللي عاملاها لدكتور راجح بيقابل دكتور راجح شخصيه مجنونه بتخطفه بافكارها وجنون مشاعرها وافعالها، وبتبدل حاله 180 درجه. فبيضيع حياته وبيهد بيته، لا وهيستمتع بده كمان. الله على المنطق. كعادة المسلسل ده من القصة اللي فاتت للقصة دي، فالقصص حلوة لكن مفيش حبكة، مفيش بناء درامي، مفيش منطق يخليني ابلع اللي انتم بتقدموه ده. لكن يحسب للقصة دي ان فيها اداءات افضل بكتير من القصة اللي فاتت من ناحية ماجد المصري وبسمة، وبالذات بسمة. تقل غير طبيعي بتحسه وهي موجودة في اي مشهد حتى لو ما بتتكلمش. ممثلة ممتازة واتمنى انها تشتغل اكتر بكتير من الوضع الحالي وتختار ادوارها، لانها حرام تظلم نفسها بادوار زي دي. بسمة اسم تقيل، اتمنى ان نشوفها دايما في اعمال اكبر واتقل تليق باسمها وباللي هي قادرة تقدمه. كمان ماجد المصري وان كان في بعض الاحيان بحسه اوفر، لكن كان لايق على الدور خصوصا قبل ما يقابل شاهيناز. كنت مصدقه هو دكتور راجح العاقل اكتر بكتير من اللامنطقية والعبث اللي حصل بعد كده. رنا رئيس بقى في القصة دي هي رنا رئيس في اي مسلسل انت شفته فيها مؤخرا. حبيبتي بتمثل بنفس الانفعالات والاسلوب. الله الله. ونيجي بقى لسنتيا خليفه. بصي يا حلوه، انت ترجعي لبنان تاكلي تبوله وزعتر وتنسي التمثيل ده خالص. اشتغلي مهندسه، افتحي لك عياده. لكن يا بنتي الكار ده مش كارك، انت ابعد ما يكون انك تبقي ممثله في يوم. فاستهدي بالله واتجوزي واقعدي في البيت. اللي عاوز يطبطب ففي صفحات وجروبات كتير بتعرف تطبطب وتطبل، ومش بعيد يدوا الممثل اوسكار كمان مادام هتدفع. لكن انا هنا ولحد ما القناه دي تقف او تتقفل او انا ازهق هتكلم باللي جوايا بجد بدون تزويق ولا محاباه لحد، عشان انا قرفت من المطبلاتيه. وخليني ارجع للمسلسل واذكر نقطه ايجابيه حصلت في القصه دي، وهي اخراج هشام الرشيدي اللي كان كويس في القصه دي عن القصه اللي فاتت. يعني ممكن اتوقع من هشام انه في المستقبل مع شويه اختيارات لاعمال مكتوبه بشكل يليق انه فعلا يبقى مخرج شاطر. فنسال الله التسهيل. وواضح بقى ان باقي المسلسل هيبقى ماشي بنفس الريتم، لان مؤلف كل القصص واحد وشايف ومقتنع انه بيقدم لنا فن لم نراه من قبل. فتوقعاتي لباقي القصص برضو انها هتكون مسلوقه. يا حبيبي الاحداث المتسارعه بشكل عنيف ده بيضرب كل القصص في مقتل. التسارع ده بيفقد الاحداث منطقيتها وبيظهر المسلسل في الاخر فاكك من بعضه تماما، لان اي عاقل هيرفض السلق ده. وتقييم لقصة ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل هو 4/10. وبصراحة أنا هكمل المسلسل ده بالعافية. أنا أصلا مش طايق إنهم بينزلوا حلقتين وبعد أسبوع حلقة ده، لأن الموضوع أبسط بكتير قوي من إن أستنى أسبوع عشان أشوف نهاية كل قصة. ده مسلسل مسلوق. عموما ده كان رأيي في قصة ريش أبيض من مسلسل حدث بالفعل. يا ترى إيه رأيكم أنتم في اللي أنتم بتشوفوه ده؟ وهل في عمل بتتابعوه شايفينه أحلى ويستحق إن أتابعه؟ يا ريت تقولوا لي ده في الكومنتات. لايك وسبسكرايب بقى عشان ده فعلا بيساعد اننا نكمل. وبس كده، سلام.